وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ طبعا هتيجي تكلمني تقول لي يا عم بعد امتحان الكيمياء اللي احنا شفناه اللي طلع عين ابونا دوت جاي تقول لي ان احنا ممكن نقفل فيزياء؟ هل في فرصه اصلا ان احنا نقفل اي امتحان من الامتحانات الجايه ديت بعد ما شفنا ان هم قالوا لنا خدوا يا عم امتحان عربي حلو، خدوا امتحان اللغه الثانيه حلو، تعالى لي بقى عند الكيمياء؟ فهل المواد اللي بعد كده هل في فرصه ان احنا اصلا نقفلها؟ النقطه دي بقى انا عايز اقول لك حاجه، انه والله مهما كانت صعوبه الامتحانات ايا تكن، اوعى تخش امتحان الا وانت حاطط في دماغك ان انا داخل عايز اخد الدرجه النهائيه، انا داخل ناوي وباذن الله ان انا مش هطلع من الامتحان غير وانا معايا الدرجه النهائيه. دي حاجه حطها في دماغك كده لاي امتحان انت داخله، لاي حاجه انت داخل عليها جديده، انا داخل عايز اجيب اعلى حاجه ممكن تتجاب. والله احنا بنعمل اللي علينا وعايزين دايما في اي حاجه احنا داخلينها عامه تكون طموحنا فيها عاليه، فاقصد الى قمم الاشياء تدركها تجري الرياح كما رادت لها السفن. وبعد بقى ما نخلص خلاص كده انا عملت اللي عليا ودماغي كان فيها ان انا احصل على اعلى حاجه ممكن يتحصل عليها اصلا، وبعد كده اللي يجيبه ربنا كويس. الماده الجايه بقى اللي هنتكلم عليها وهي ماده الفيزياء، والماده اللي قدامها وقت كبير جدا 6 ايام تقريبا، ولو حسبنا اليوم بتاع الامتحان يبقوا 7، ولكن احنا منزل الفيديو ده دلوقتي فبقى 6 ايام باليوم اللي احنا فيه. هنراجع الماده ازاي وهنلمها ازاي في ال6 ايام دول بس، وباذن الله نكون مخلصين كل حاجه خلال 6 ايام دول ونخش الامتحان. ففي البدايه كده عايز اقول لك روح جهز المشروب الجميل، 6 ايام بقى لسه بدري، فاحنا نجهز المشروب الجميل بتاعنا ونيجي نسمع الفيديو وبعد كده نقوم نذاكر. ولكن في البدايه طبعا عايز افكرك انك تنزل تعمل لايك، تعمل كومنت، تعمل شير، تعمل اي حاجه من الحاجات ديت. مش عايز تعمل حاجه ما تعملش حاجه، يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه في الفيديو ده انا هبدا معاك ان انا اقول لك ايه هي الحاجات اللي تركز عليها في المذاكره في المراجعه ايا يكن، بعد كده هقول لك تذاكر الماده مع مين او مين المدرس اللي تراجع معاه الماده. اول حاجه عايزك تركز عليها في المنهج في الكهربيه تحديدا، ركز على اي سؤال ممكن يجي رسم بياني، تمام؟ والله عامه في المنهج كله اي سؤال ممكن يجي رسم بياني، ولكن تحديدا في الكهربيه ركز عليه جدا. الاسئله دي اكتر اسئله ممكن اللي بيحط الامتحان يرخم عليك فيها. بعد كده عايزك تركز على الباب الاول، لان الباب الاول مهم جدا، يقدر يربطه لك باي باب من الابواب الثانيه. وتحديدا في الباب الاول برضه عايزك تركز على قانون كيرشوف. قانون كيرشوف لو جيب لك منه سؤال من الاسئله الاختياري اللي بيبقى فيها 4 اختيارات ديت، اوعى تستبعد اي اجابه من ال4 اختيارات اللي قدامك دول، حتى لو انت حاسس ان لا دي مستحيل، اشتغل بايدك، شوف الاجابه دي بايدك، حل وشوف الاجابه دي هل هي هتكون الصح ولا لا. لان السؤال دوت انا في الامتحان والله افتكرت ان هو غلطان، جايب اختيارات غلطان في اشاره من موجب لسالب، لا كان في واحده انا مستبعدها تماما طلعت هي دي الاجابه، والله العظيم طلعت هي دي، وطلع السؤال بدرجتين. فانا عشان كده طالع وحذرك كويس جدا من قانون كيرشوف دوت، انك اي اجابه من الاجابات ما تستبعدهاش، حل بايدك وشوف هتبقى الاجابه ايه. نيجي بقى بعد كده اللي هنراجع المنهج مع مين من المدرسين الكتير قوي اللي نازلين على اليوتيوب دول. اول حاجه عايز اقول لك في الموضوع ده ان انت لو شخص كنت بتذاكر كويس من اول السنه وانت تمام وشغال كويس وزي الفل، ففي الحاله ديت راجع وحدك. في الحاله دي راجع وحدك، اكيد هتكون عامل ملخصات بنفسك بايدك، معاك ورق المستر اللي بتذاكر معاه بتاع. لو انت تمام راجع وحدك، هتبقى ماشي بتراجع، انت عارف انت واقع فين، عارف الحاجات اللي انت محتاج تراجعها بنفسك. طيب لو انت بقى شخص ما كنتش بتذاكر كويس من اول السنه او كنت نص نص يعني، فمش مشكله، في الفيديو ده اقول لك على مدرسين تقدر تلم معاهم الماده باذن الله في ال5 ايام دول او في ال6 ايام دول بس. هو المستر وهو مستر شارح المنهج كله، حرفيا منهج الفيزياء كله في 14 ساعه بس،
تمام. ودي حاجه كويسه جدا على فكره، يعني وقت قليل جدا، قدامك 6 ايام ودول 14 ساعه. وهو مستر على قناه اسمها هنذاكر اونلاين تقريبا. المهم المستر اسمه احمد اسامه. فيديو 14 ساعه شارح في المنهج كله. بصراحه المستر ده انا اول مره اسمع اسمه او اول مره اشوفه على اليوتيوب، ولكن دخلت اتفرجت على اول بتاع 10 دقائق، اول ربع ساعه كده من الشرح بتاع الفصل الاول. لا لقيته بيشرح حلو بصراحه. وفعلا لو انت شخص كنت بتذاكر حاجات خفيفه خالص كده من اول السنه، فالفيديو ده هيلم معاك جزء كبير جدا، لان هو فعلا بيشرح بشكل مبسط، وكل جزئيه هو بيشرحها هو بيحل عليها شويه حلوين يعني، فبيفهمك الدنيا يعني. وفي نفس الوقت فيديو 14 ساعه بس. اما المستر الثاني وهو اللي انا صحابي كانوا مرجحين لي المستر ده جدا، لان انا في ثانويه عامه كنت انا بتابع مع مستر، وكانوا معايا واحد صاحبي يعني بيتابع مع مستر تاني، واحنا الاثنين الحمد لله دخلنا كليات كويسه. المستر التاني ده هو مستر محمد عبد المعبود. مستر محمد عبد المعبود يا جماعه منزل جدول للمراجعه بتاعته متقسم على ال7 ايام، يعني هو بدأ من امبارح اصلا. تمام. كل يوم بينزل لك تقريبا فيديو، كل يوم فيديو، كل يوم فيديو. هو مقسم الدنيا كده. طبعا هي فيديوهات هتاخد وقت طويل جدا وكل الكلام ده، ولكن مستر محمد عبد المعبود قايل ان المراجعه بتاعته ديت يعني كافيه وشامله ووافيه لاي حد، حتى لو كان حتى لو كان ضعيف شويه. تمام. ولكن بصراحه من كلامه كده حسيت ان الفيديوهات بتاعته ما تنفعش لشخص لسه بادئ من الاول خالص. فلو انت من الناس اللي بتحب شرح مستر محمد عبد المعبود، او انت كنت بتاخد معاه فعلا من البدايه، وانت شخص مثلا مذاكر كويس الفيزياء من اول السنه وطالبه معاك في دماغك، ومخلص مذاكره مع نفسك وطالبه معاك في دماغك بقى انك تروح تسمع حد على اليوتيوب، فانا في الحلقه دي ارجح لك بصراحه مستر محمد عبد المعبود، لان حسيت من كلامه كده ان المراجعه بتاعته اللي هيستفيد منها بجد 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 هو الشخص المذاكر كويس. وبس كده، ده كل اللي انا كنت عايز اقوله على امتحان الفيزياء. وعايز اقول لك تاني انه دايما خلي هدفك انك توصل لاعلى حاجه. الحاجه اللي راحت خلاص انا مش مهتم لك، انت خلصتي، انت بالنسبه لي امتحان. وحتى تحديدا انت في ثانويه عامه، الامتحان اللي انت بتخلصه خلاص، انا مش همتحنك تاني، انا خلصت الرحله بتاعتك اللي استمرت معايا من اول ما بدات الدراسه. دلوقتي هخلص وهتكل على الكليه وهدرس حاجه تانية باذن الله. تمام. فالحاجه اللي تروح ما تركز لهاش، ما تديلهاش اي اهتمام. اللي عدى مستحيل يرجع تاني، الوقت اللي راح انا مستحيل اقدر ارجعه. فلو فضلت ابص ورايا وابكي على الحاجه اللي راحت، فكده انا بضرب الوقت اللي انا موجود فيه، وبضرب كمان الوقت اللي جاي. طب هل استفدت حاجه؟ ما استفدتش حاجه غير ان انا قعدت ابكي شويه على الوقت اللي راح، وهو كده كده مش هيجي تاني اصلا. بس ركز كويس جدا على المواد اللي جايه. المجموع بتاعك بيتحسب بناء على ادائك وحلك في كل الامتحانات، مش في امتحان واحد بس. ولو تلاحظ يعني ان في ناس كتير من الدفعات الاكبر منكم بتقول لك ان كان في مواد هم كانوا فاكرين ان هم هيشيلوها خالص، ومواد كانوا حاسين ان هم هينقصوا فيها كتير جدا، وبنتفاجئ في الاخر ان هم بيرتبوا على الجمهوريه يعني. فما تركزش مع اللي فات وانا مش عايزك تقع في حته ان يوم النتيجه مثلا انت دلوقتي مثلا قعدت تبكي على الكيمياء، ضربت معاك الفيزياء ما حلتش فيها حاجه، دخلت الامتحان بعتها ما حلتش حاجه، تيجي يوم النتيجه تلاقي ان انت جايب درجه حلوه في الكيمياء والفيزياء وقعت فيها. ليه؟ لان انت كنت فاكر ان انت حليت وحش في الكيمياء فحليت وحش في الفيزياء، وفي النتيجه طلعت الكيمياء حلوه والفيزياء ودتك في داهيه. مش عايزك تعمل حركه زي دي. ركز دايما مع اللي جاي وفكك من اي حاجه راحت وبس. ده كل حاجه.